وكان معروف ان الرئيس السابق هو الرئيس السابق مش رئيس مخلوع عبد الله، ولما كلامك كان ليه عن شرعيه اسمه الرئيس السابق محمد حسني. الاخ حسام سلطان لما كلمني الرئيس السابق مبارك عشان ابقى المحامي بتاعه وصل كل عام مني رفضت رشح الاخ فريد اول بص استاذ رجائي عطيه ثم فريد يا استاذ عصام انت ومهدي راسك انت والاخ اول ماسكين قضايا راسك نسيب راجل حسن مبارك. الله هو انت مش اخ عصام محامي مؤمنه كامل الست تنشر الصلاه على طول ولا اللي يدفعك ويعد لك مؤلفه بالفلوس مش فلوس خلاص ما هي مؤمنه انت يا بقى لك سياسات ولا مش عارف ايه ونعمل ايه ونعمل ايه دي كانت هي وصلت كده ولا عشان انا بدفعك بتدفع على اقسام مش فلوس ومعاه واحد محسوب ده اللي بيضحك على الشعب المصري كله اللي كل ما تشوفه افتكر سعاد حسني فيلم الرجال بره. الاخ محسوب كان في لندن من اسبوعين بيعمل ايه؟ قال للشعب كان عشان الفلوس لا انت كنت رايح تقابل موكلك ايه هتطلع اللي بالفلوس انت كنت رايح تقابل الموكل بتاعك هناك يا هتطلع هو انت مش محامي برضه يا راجل وتضحك على الشعب وتقول رايح فلوس وما عرفتش اجيبها بتضحك علينا هم دول رجالتك يا دكتور مرسي. ولما تيجي النهارده تكلمني عن اللجنه التاسيسيه ولاقي واحد اسمه نادر بكار اللي كان بيجي في رمضان من الفطار ده مين نادر بكار؟ خرجوا سكتوا ايه عشان يعملوا دستور واربع برامج حلوا المشكله اربع برامج بس العيب مش فيه العيب في بعض الاعلاميين اللي بيتحايلوا على نادر بكار يطلع معاهم ولما مش فاضي يقول لهم التليفون عايزين ايه؟ مين نادر بكار يا اساتذه الاعلاميين يا محترمين انتوا سبب انك شفت الوجوه دي. شوفوا الاخ الذي يتحدث باسم اللجنه التاسيسيه